مسائل كلامية على الكسور. الكسور موجودة في منهج تالتة ابتدائي في أكتر من وحدتين، وكل درس اداني فكرة عن الكسور جاب شكل من أشكال المسائل الكلامية عشان يعبر عن الدرس ده، وبتبقى الموضوع سهل وبسيط، ولكن بيعتمد على الفهم القرائي للطفل مع معرفته لقاعدة الكسر ده. هيجمع، هيطرح، علاقة الكسور بالقسمة ولا تكافؤ ولا ايه بالظبط. تعالوا نشوف المسألة. بتقول اشترت يمنى فطيرة وقسمتها إلى 7 أجزاء متساوية، ثم أكلت جزء واحد منها، ما الكسر الذي يعبر عن الجزء المتبقي؟ طبعا أنا عندي أول حاجة إن لما بتكلم عن حاجة بعتبرها واحد صحيح. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، اشترت اكلت فطيره، اكلت اي اكل، اشترت حاجه، قطعه ارض. دايما بقول بدايه المساله الجزء الكلي اللي بيتكلم عنه انا بعلم ولادي ان هو واحد صحيح. هنا سهلت الامور وقالت لي ان انا الواحد الصحيح اللي انت دايما بتقوليه لاولادك، انا قلت قسمته ل7 اجزاء متساويه، يعني 7/7 اللي هو الواحد الصحيح اللي احنا بنتكلم عنه. ثم أكلت جزء واحد منه. لو أنا عندي 7/7 وكلت جزء واحد بس اللي هو 1/7 اللي هو السبع، ما الكسر الذي يعبر عن الجزء المتبقي؟ كلمة المتبقي مفتاح الطرح. يبقى أنا عندي 7/7 الجزء الكلي اللي هو الفطيرة المذكور هنا كفطيرة، ناقص السبع اللي هي أكلته. جبتي السبع منين يا ميس؟ قال لي جزء واحد، يعني حاجة واحدة بس من الكل اللي هو 7/7 طلعت السبع. عملية طرح عادية جدا، المقام زي ما هو وبطرح البسط، يعني 6/7. مسائل جميلة وسهلة معتمدة على فهم الطفل للقواعد الأساسية، تصنيف وتطلع الكسور والطرح، مفيش أسهل من كده. المسألة الثانية عن جزء مختلف خالص في الكسور. مع هناء 25 جنيها، أعطت صديقتها خمس ما معها، فما المبلغ الذي أعطته لصديقتها؟ عندي درس جميل قوي في الكسور اسمه إيه؟ علاقة الكسور بالقسمة. وكنت بقول لولادي إنه من أسهل من أسهل الدروس في الكسور، لأني أنا دايما كنت أقول له نص 20 ضمن 32. إزاي؟ هي دي المسألة اللي عندي. بقول خمس 25. الشكل ده طفلي عارفه وحافظه وسهل عليه، بس لازم يعرف ان المسألة دي الإجابة بتاعتها الشكل ده. أول ما يشوفها يقول لي 5 يا ميس، اللي هي 25/5 بتساوي 5، وبلهجة الكسور بتتكتب كده. يعني دي صح ودي صح. افتكر علاقة الكسور بالقسمة والدرس الجميل اللي خدناه ده، التطبيق عليه من خلال مسائل كلامية. مسائل الكلامية الترم ده جميلة جدا، عايزة طفل عنده فهم قرائي وإدراك لقواعد الدروس، ويشوف المسألة دي بتتكلم عن ايه وبتتكلم عن انهي درس في الدروس اللي خدتها. ادي ده حاجة وده حاجة تانية خالص جدا.